مساء الخير اعزائي المشاهدين، حلقه جديده من جورنالجي نبداها بتهنئه الامه العربيه والاسلاميه باول رجب بكره ان شاء الله. اول شهر رجب، ربنا يا رب يعودوا علينا بالبركات ومصرنا بخير يا رب، ويبلغنا رمضان في سلام وفي خير، ونعدي كل الازمات اللي احنا فيها اللي بدات تدريجيا نحس بالمنحنى بينخفض بقى. يعني بدات التشوك اللي احنا خدناه من كام يوم، سعر الصرف وسعر الدولار، بدا دلوقتي الموضوع يبقى في منحنى بعد علاجات كتير جدا الدوله بدات تتدخل فيها، والرئيس بنفسه بدا يتدخل في امور حتى رغيف العيش. فبدا حتى الكارت اللي كلنا دلوقتي عرفناه، كارت رغيف العيش، ودينا شفنا عشان ينقذنا من الافتراء او من جشع اصحاب الافران او بعض اصحاب الافران، عمل الكارت بتاع رغيف العيش اللي قتل بحثا في البرامج وفي الصحف. والناس بدات المنظومه تشتغل، والدوله بدات تدعم حتى رغيف العيش لكل مصر. كل المصريين دلوقتي الكارت، روح خدهم البريد، خد رغيف العيش، هيبقى اقل من جنيه، ب 75 قرش رغيف، بدل ما بعض الافران بقت بجنيه ونص وب 2 جنيه وب 2 جنيه ونص كمان افران عملت ده. خلينا نروح لحلقتنا النهارده بمباراه القمه. طبعا الاهلي والزمالك ماتش بعيدا او ديربي بعيدا خالص عن الدوري واحواله، يعني مين متصدر مين مش متصدر، فهي قمه لوحدها او بطوله لوحدها. لذلك من قديم الازل مباراه القمه، حتى لو الاهلي واخد الدوري مثلا بفرق 20 نقطه او 17 نقطه زي ما حصل قبل كده، برضه يطلق عليها مباراه القمه حتى لو كانت النتيجه غير مؤثره في البطوله، لان قطبي الكره المصريه اهلي زمالك، قطبي الكره المصريه حتى في ضعف احد اطراف في المباراه برضه مباراه القمه. خلينا نرحب بالناقد الرياضي الكبير استاذ مينا يونان، اهلا بيك. اهلا بيك يا استاذ انا مش طارق. عايز اقول الناقد الرياضي الزملكاوي، لا انا ايه يعني، هو انا لازم مش ابقى عايز اقول يعني، من بس غير خلاص هي خلفيه الناس فاهمه انتمائيه يعني. الناقد الرياضي الزملكاوي. لا مش من غير هتقول لي مبروك زملكاوي. وتقول للجمهور الاهلي مبروك مبروك؟ طبعا، مبروك للنادي الاهلي ومبروك لجمهوره ومبروك لحضرتك طبعا. بس هو ماتش في الاخر ب3 بونت، ماتش جوه الدوري ب3 بونت. اعتقد يعني هو مش بطوله. لو النتيجه كانت غير كان ما بقاش ماتش في نظركم ليه؟ يعني. طب ما الزمالك برضو من 4 شهور كان واخد البطوله من الاهلي، كان كسبان 2-1 وكان كاس، كان نهائي كاس وكانت بطوله. خليني اقول لك انما ده يعني، ماتش ب3 زيه زي اسوان، زي ما انتوا الاسماعيلي. خسرتوا 3 في اسوان، مش هنتكلم على اي ما انا الزمالك بقول بيخسر لك هما ازاي. 3 بونت هو هما في الاول. كيرف الزمالك خلينا نكون صراحه مع بعض، الزمالك بقى له 5 مباريات ما بيكسبش. والاهلي برضو قعد 4 ماتشات. ما على فكره انا بتمنى بس فكره الطرف الاخر اللي هو نادي الزمالك، انما انا مش عشان انتماءات ولا اهلاوي ولا زملكاوي. ما برضو الاهلي على الجانب الثاني 4 ماتشات تعادل، والزمالك متعادل 4 ماتشات وخسران ماتشين. احنا مش في ديربي مع بعض نقول مين كسب ومين خسر او مين بالظبط. رايح ومش، احنا خلينا نعالج الموقف. اهلي زمالك يعني منتخب مصر، خلينا نقول ان الزمالك ما جاش، الزمالك امبارح ما جاش، دي حقيقه. يعني خلينا نقول ان الشوط الاولاني الفرقتين ما جوش. هو ما فيش حد حضر تقريبا امبارح غير الجمهور في الشوط الاولاني. الشوط الثاني بقى تغييرات فيريرا هي اللي بهدلت الدنيا. خليني اختلف معاك، يعني الشوط الاولاني اعتقد ان هو شوط كله تكتيك وكله شوط دفاعي. خايفين من بعض، قافلين المناطق المحوريه، قافلين في خط الظهر، ضامين الخطوط على بعض وكله خايف من الثاني. كرة كانت بتنحصر اكتر في نص الملعب سواء ده او ده. أكيد. فخليني اقول لك لا ما جوش، لا بالعكس كان في شغل كتير جدا بين بس هو المدربين تكتيك الاثنين مع دفاعي بعض. يعني هم. فيريرا بتحملوه تحميل اكتر ما هو ممكن انا ما اختلف معاك واتفق في حته التغيير، ان تغيير فيريرا كان تغيير غير موفق، انا معاك في دي. بالظبط. ولكن في الاخير نادي الزمالك بيعاني بس لا يموت. ماتش زي اي ماتش. طب ما الاهلي برضو جات له فتره كده برضو نزل فيها وطلع تاني عادي. الزمالك هيفضل طول عمره هو الزمالك برضو. احنا بنقول قطبي الكره المصريه، ما قلتش الزمالك مش هيبقى الزمالك. مم. بس الزمالك بيئن دلوقتي وبيعاني، يعني الجاب بيكبر، بقينا 8 بونت. لو اتكلمت على سيركل البطوله، طب بمناسبه ال8 في بونت 8 بونت طب بين معلش، الاهلي طب ما السنه اللي والزمالك. فاتت برضو كان في فرق 8 بونت والزمالك رجع تاني وخد الدوري، والسنه اللي قبلها نفس الكلام. وكان الاهلي برضو كسب الزمالك 5-3 في الدور الاولاني. إيه المشكله؟ هو الدوري انتهى؟ يعني انت شايف الدوري الزمالك، انتهى. انت شايف الزمالك امبارح يعني عجبك؟ في انت لعيبه، شايف لا ما عجبنيش كنت طبعا. مبسوط يعني؟ ابقى منافق شايفك جدا لو بتدافع قلت ان هو وكأن مثلا ايه انت لا، مبسوط اصل هم شايلين الولاد نادي عملوا اللي الزمالك. عليهم مثلا، والاهلي كسب بفرق واحد او حاجه، ضربه جزاء لا كمان. الاهلي يعني لعب شايف كويس، وجهه نظرك وكهربا كده اللي انا يعني؟ انتقدته لعب كويس وانا فرحان لمحمد شريف ان هو رجع وجاب جونين، لان انا شايف ان محمد شريف من اللعيبه كويسين جدا، من هدافين وكهربا مش مصر. فرحان له؟ فرحان له طبعا، بس يعني فرحان له.
لا انت جواك حاجه مش عايز تعلنها. جوايا حاجة مش طبيعية. الزمالك بيئن، وخلينا نقول ان الاهلي امبارح هو اللي ما جاش. لو عايز تقول والتعريف صح بجد ونتكلم على ارض الواقع، نتكلم في الملعب، الزمالك عنده 14 غيابات. الزمالك؟ الاهلي قصدك. الاهلي عنده 14 غيابات، يعني 14 مش الاهلي بمن حضر؟ ما هو ده اللي حصل. طيب. ما هو الاهلي بمن حضر وكسب 3. وكسب. النتيجه كبيره، ولا انت رايك ايه؟ لا هي كبيره ماشي، انا ما قلتش حاجه، بس برضو يعني ده ماتش ب3 نقط. يعني هو ماتش من ضمن المطوشه خلاص، وحاجه وراحت لحالها. انا بس عرفت. مبروك للاهلي. انا بقول لحضرتك انا بتبنى وجهه النظر الاخرى، عشان حضرتك اهلاوي فانا بتبناها. لا لا خالص، مش اهلاوي، بتكلمش عشان أهلاوي. حضرتك بتقول انا زملكاوي. ايوه انا اهلاوي ده. طب بس ما بتكلمش، انا بتكلم على الزمالك. انا صعبان عليا موقف الزمالك، يعني الزمالك عليه انه يقف يبص، يعني مش عايزين نتكلم هو في ايه. اكبر خطا عمله فريرة بصراحه ان هو ما تمسكش باسامه نبيه. اسامه نبيه. كان عامل اساسي جوه الفرقه طبعا. اسامه نبيه واحد مصري وعارف طبيعه اللاعب المصري، وعارف طبيعه لعيبه الزمالك، واحد زملكاوي ابن النادي. يعني من بعد ما مشي اسامه انت شايف الزمالك من ساعه ماتش هو اسوان. ماتش اسوان مشي فيه اه من ساعتها والكيرف نازل، انت تقصد؟ نازل جدا بس ما ما هو- اعتقدش ان هو يفضل كده، يعني اعتقد ان هو يعني الزمالك هيرجع تاني ان شاء الله يعني. ما احنا نتمنى يرجع، بس طول ما احنا بنشوف المستوى وبعدين ما بنحطش ايدينا على النقط عشان نعالجها ونبص في حته تانية، ده مش صحيح. انا ده اعتقادي في فريرة الزمالك. عك بلاش شوية. نتكلم يعني ال القرارات بتاعه الزمالك كانت شويه، يعني اسماعيل يوسف طبعا كابتن مصر وراجل على راسنا من فوق، بس يعني كنت شايف ان الموضوع ما ياخدش تطور اكتر من كده، ولا ايه رايك؟ في ايه؟ يعني حط اسماعيل يوسف مجلس اداره امبارح. يعني هو الكابتن اسماعيل يوسف عشان بقاله كتير بعيد عن الفرقه، فما يعرفش مستويات اللعيبه، ما يعرفش يوصل وجهه النظر. بس هو اشتغل مع فريرة على الفتره الاولانيه، كابتن اسماعيل يوسف. طب فيريرا قاعد ولا ماشي؟ انا اتمنى ان هو يقعد، ما ينفعش يمشي في وسط الموسم. انا عكس الناس دي مش يعني. ده اللي جاب لكم حتى قناه البطولتين؟ الزمالك مش ده اللي طلعت جاب هجومية. البطولتين وجاب جاب البطولتين، وفي 2014 جاب البطولتين. بقى وحش فجاه كده؟ لا وانا انتقدت يعني غلط طبعا ان انت تمشيه في نص الموسم. ده مجلس هتجيب الاداره مين كله يفضل أجمع. يتابع بقى ويشوف اللعيبه من اول وجديد لا غلط طبعا. وايه حكايه السحر دي، ان الزمالك بيخسر بالسحر والكلام ده؟ ده مفيش الكلام ده. ده مفيش. الموضوع واخد شكل كبير قوي. لا 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 طبعا مفيش الكلام ده. السحر والزمالك انا ومعمول لا له. اتفق تماما مع فكره السحر والاسحار. الكوره اجتهاد وعرق وتعب جوه الملعب. مفيش حد بيوصل لاي حاجه بالسحر طبعا. اتمنى الزمالك يتعافى. يعني انا زعلان جدا على الاسماعيلي، ما الاقيش الاسماعيلي بيقع وبيتزايل الدوري، بس وممكن انا هرجع واقول لحضرتك هو الفرق 8 نقط. 8 نقط دول اللي كانوا برضو موجودين السنه اللي فاتت، والاهلي برضو كسب الزمالك مش 5-3. قليل. انت ليه مخلي الثمان نقاط مش حاجه قليلين قليله؟ محسسني ان وصعبين، بس الدوري بقى قوي. انا ما قلتش الدوري راح، بس بقول ان الجاب عمال يكبر. يعني الفرق بيكبر من ساعه اسوان، مباراه اسوان والثلاثه بونت، والموضوع عمال يوسع مع الزمالك، مش بالنقاط وبس، مش بالارقام. لو قلنا بالارقام 8 بونت ده كتير مش قليل. كتير، لو بس قلنا احنا لسه في بالمستوى الدور الاولاني خلي بالك.